هي منها ما تحدثوا فقط حديث، هي أيضا وثائق رسمية. يعني احنا نعرف أنه وعرضت الخطابات اللي تلقوها هم، يعني الآن العذر اللي عندهم أنه ماليزيا وماليزيا ومختبر ماليزيا. يعني فاتضح الآن بما لا يدع مجال للشك أنه مختبر ماليزيا من الخطاب الأول قال أنه نحتاج نعرض العينة على جهاز معين، والجهاز هذا غير موجود لدينا. أرسلوا العينة لألمانيا، وألمانيا أجابت ماليزيا، وماليزيا بعثت مرة أخرى وأفادت بصحة موقف حسام غالي. ليش ما يطبق النظام؟ نظام اللي هو رفع الإيقاف مباشرة. طبعا نظام اللجنة السعودية للمنشطات أو نظام المنشطات السعودية، أيضا نظام الاتحاد الدولي أيضا أنه يرفع الإيقاف فورا. لماذا لم يرفع الإيقاف فورا؟ هل هناك يعني له هدف في مثل هذا الموضوع؟ هذا ليش يطرح نفسه. يعني مباريات معينة لا يرغبون في مشاركة حسام غالي فيها. يعني نعرف انه المشاكل اثيرت على حسام برضه بعد مباراة يعني مثل هالمباراة اللي بكرة. فبالتالي ربما انه يعني هذا هو الفرق. يعني انا ما ادري هل ينظرونها بهالمنظار. تعتقد أن التبرير غير اعتراف بالنتيجة الأخيرة هذه أم انتظار لأمور أخرى كذلك تتوضح أكثر من أن موقف حسام أكثر سلامة؟ ما في شك انه موقف حسام سليم من البدايه، وانا بالنسبه لي انا شخصيا انا لم اعلق على الموضوع هذا رغبه في ان نترك الامور تمشي بطريقها القانوني، لكن الان لما تنتهي الامور قانونيا بالشكل السليم، طب لماذا لا يرفع الايقاف؟ يعني هل هي المساله يعني من يعوض نادي النصر عن خساره لاعب مثل حسام غالي؟ من يعوض اللاعبين الآخرين؟ يعني احنا المشكلة كمان الآن قاعدين نتكلم فقط عن حسام غالي فقط. أنا لا أتحدث حقيقة فقط عن حسام غالي، أنا أتحدث عن علاء الكويكبي، أتحدث عن نجوم، أتحدث عن ناس ظلموا في مثل هالقرار. من ينصفهم؟ إذا كان المسألة تدار بالشكل هذا، يعني أكثر من 23 عينة إيجابية أرسلت للجنة الجميع، وطبعا اللي سرب للإعلام حوالي 6 حالات. تعتقد أننا أمام أزمة ثقة؟ أنا ما في شك، أنا أعتقد أنه هالشيء هذا يعني فعلا، وهالكلام احنا نقوله من الأول، ونفس الناس اللي شغالين الآن هم نفسهم اللي قبل كذا اشتغلوا في قضايا أخرى. طب أنا خليني بتساءل بس الإخوان في اللجنة، في 3 لعيبة أو 4 لعيبة جو للجنة وأخذ عليهم تعهدات تعهد إيش اسمه؟ أنهم ما يكررونها مرة ثانية. يعني للأسف، يعني أنا أقولها لك وأنا خجل فعلا من هالموقف. تعرف أسمائهم سمو؟ بالاسم بس، طبعا يعني الله يستر علينا وعليهم، بعضهم لاعبين في أندية ولاعبين حتى يعني معروفين. فللأسف كان هذا قريب اسمه أنا لا يعنيني، طبعا أنا لا يعنيني اللاعبين هذولي، وأنا لما أذكر هالشيء هذا لو اضطريت أني أذكر أسمائهم بعد كذا مو بالقصد هم اللاعبين، لا، القصد أنه لماذا التعامل، يعني لماذا أنا فيه ناس آخذ عليهم تعهدات وأمشي المواضيع وحتى أسمائهم لا تعلن، وفي ناس إعلاميين في اللجنة يسربون أساميهم وتطلع في الإعلام. يعني هل المسألة ميول؟ يعني أنا أتمنى حقيقة أنه إحنا ما في شك كل إنسان له ميول، لكن أتمنى أنهم اختيارهم في اللجنة يكون أولا للكفاءة المهنية، هذا رقم 1. رقم 2 لابد أن يكون وطني بغض النظر عن انتمائه لأي نادي، وهذه الثانية أنا أشدد عليها كثير. يعني أنا بالنسبة لي أنا لا يعنيني يكون في اللجنة من نصر أو من اتحاد أو من هلال أو من أهلي أو من أي يعني انتماء. كلنا رياضيين وكل واحد له انتماء معين. أنا ممكن أنا انتمائي للنصر، لكن أنا لو وضعت في مكانهم لن أظلم شخص، لأنه أنا بكون وقتها مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أولا قبل كل شيء. فلا بد أن يختارون الناس الثقات لمثل هالمهمات.